بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. فيديو جديد هنكمل فيه او هننهي فيه كلامنا ان شاء الله عن موضوع القواعد المسلحة. اعتقد ان احنا اتكلمنا بما يكفي كمبتدئ. هتطلع فاهم جزئية كبيرة جدا من الريفت ان شاء الله. هنتكلم دلوقتي واخيرا عن ازاي تقدر تعمل اي فاميلي باي شكل حضرتك عايزه كقواعد مسلحة. انا دلوقتي فاتح التمبلت الخاص بالستراكشرال فاونديشن، المتريك ستراكشرال فاونديشن اللي احنا استخدمناه واحنا بنعمل القاعده الدائريه. هنستخدم نفس الكونسيبت اللي استخدمناه في القواعد الدائريه، ولكن ممكن نظبط الموضوع باي شكل احنا عايزينه. هنيجي ببساطه وسريعا من كرييت، هنقول له والله خليني انا عايز اعمل اكستروجن، وابدا ارسم الشكل اللي انا عايزه زي ما انا عايز تماما. ممكن والله وليكن مثلا نعمل كده حاجة بالشكل ده، او خليني الاول اظبط الموضوع بالريفرنس بلانز ار بي، واقول له مثلا انا هرسم حاجة هنا كده بالشكل ده، واخد ده كده اقول له ميرور. انا بعمل كده ليه؟ عشان لما اجي اعمل الدايمنشن واخليها تبقى ايكوال شمال ويمين يبقى الموضوع ابسط واسهل. اقول له ار بي مرة كمان، بعمل كده حاجة بالشكل ده، واقول له ميرور. ثم هقول له وليكن انا هرسم حاجة بالشكل الآتي. هاجي من كريت واقول له اكستروجن، واقول له ميرور مرة كمان بالشكل ده. ثم هقول له من ترم اعمل لي كده ترم بالشكل ده. كويس جدا. وهقول له دلوقتي فينش. ده شكل الرسمة او القاعدة اللي انا محتاجها. نقطة رقم واحد اللي لازم اعملها زي ما بشتغل في اي فاميلي بعملها، لازم اعمل الاين مع الريفرنس بلان بتوعي، واعمل الكونسترين بالشكل ده. تمام. ودلوقتي هقول له هعمل دي اي او دايمنشن من هنا لهنا لهنا، وهقول له ده بالنسبة لي هيبقى equal عشان لما اجي اعمل اي تايب تبقى تغيير الابعاد متناسق ويزيد في كل الاتجاهات. ثم هقول له من هنا لهنا كده، ومن هنا لهنا، وهبدأ ادي البارامترز او الليبلز بتاعتي. هقول له انه ده وليكن هو اللينس، وده وليكن هو الويدث. بقيلي السيكنس فقط لا غير. هاجي من اي elevation وليكن الفرونت، في الاساس ده مش هيبقى موجود، فهعمل ار بي في اي مكان. ثم هقول له align، وهقول له constrain، وهقول له دي اي او dimension من هنا لهنا، وهقول له ان ده هو thickness بتاعي. باقي بس ان انا اخلي الماتيريال for behavior تبقى concrete، وكمان اختار القاعدة واظبط الماتيريال بتاعتي
انها تكون متعلقة بالستراكشرال ماتيريال. وكده تقريبا احنا انتهينا من الموضوع. خلينا كده نبص على ال 3D ونخلي الفيجوال ستايل يبقى رياليستيك. هتلاقي حاجة زي ما حضرتك شايف بالشكل ده، بسيطة جدا ومفيش فيها اي مشكلة. عشان نعمل تشيك بسيط على الفاميلي بتاعتنا، هنيجي من فاميلي تايبس واقول له ان انا هعمل تايب 1 مفيش مشكلة، او خلي مثلا تايب 1 ده هو يكون 1500 في 1500 في 700، اقول له اوكي وابدا اظبط البارامترز بتاعتي. السكنس 700 واللينس والويدث 1500، واقول له كده ابلاي. هتلاقي القاعدة حصل فيها التغيير زي ما حضرتك شايف. وتقدر تعمل تايب كمان او اي تايب تاني. خلينا نعمل تايب تاني وليكن 2000 في 2000 في 800، ونقول له ان الثيكنس هيبقى 800 واللينث والويدث 2000 مليمترز. نقول له كده ابلاي. هتلاقي القاعدة اتحولت زي ما حضرتك شايف، ونقول له اوكي. ثم نقول له لود تو بروجكت. نبدأ كده نجرب القاعدة بتاعتنا، نخليها في اي مكان. هنقول له من structural، هقول له انا عايز اعمل isolated footing مثلا، وهختار او هخش على الفاميليز بتاعتي. هلاقي السيركلر فاونديشن اللي انا عملتها قبل كده، وهلاقي الفاونديشنز او الفاميلي اللي اسمها ام فوتنج ريكتانجلر الديفولت في البرنامج. وهلاقي القاعده اللي انا عملتها او الفاميلي الجديده اللي انا عملتها اللي انا مكنتش سميتها، فعشان كده نزلت باسم فاميلي 1، وفي جواها التو تايبس اللي انا عملتهم وانا جوه القاعده. نرسم مثلا قاعده هنا كده بالشكل ده، ونروح نشوف شكلها في ال 3D. هتلاقي شكلها مفيش فيه اي مشاكل تماما، والموضوع بسيط زي ما حضرتك شايف. في بس خطوة مهمة جدا لازم ما تنساهاش وانت شغال بتعمل فاميلي، انك لازم تعمل الموضوع بعد ما تخلص كسيف از، عشان تحافظ على التمبلت الخاص ببرنامج الريفت او الديفولت بتاع الريفت، وما يتغيرش وتحتاج ترجعه تاني عشان تبدأ عليه من جديد. فافضل حاجة انك تعمل سيف از وتعمل لها لود للبروجكت اللي حضرتك شغال عليه بكل بساطة. طبعا ده رسمة، حضرتك تقدر تعمل اي رسمة باي شكل تاني حضرتك عايزه. الموضوع بسيط للغاية، والاساس في التعلم هو التجربة. جرب واختار واستعين بالهيلب بتاعة الريفت، هتفيدك جدا. شرحها وافي وبسيط وواضح ومش محتاج تفسير. اعتقد كده احنا اتكلمنا بشكل كافي عن موضوع القواعد المسلحة. شكرا ليكم، ونشوفكم في التول جديدة واستكمال التولز الخاصة ببرنامج الريفت ان شاء الله. والسلام عليكم.